قناة صوت البلد تقدم كلمتين وبس. كان في عز الأزمات وقت ما كانت مخازن مديرية الصحة ما فيهاش مستلزمات وفيها نقص في الأدوية. كان مدير المستشفى دكتور عادل إسماعيل يمر على الاستقبال بالليل ويسأل التمريض: إيه الناقص عندكم؟ فيقولوا له فيه كذا وكذا ناقص. كان يضرب إيده في جيبه ويدي فلوس للأستاذ رضا عبد الرازق ويقول له: ابعت دلوقتي هات الحاجات الناقصة دي. والأستاذ رضا عبد الرازق بدوره الصبح يتصل على رجال الأعمال ويخلي حد منهم يبعت مستلزمات والنواقص دي بالكرتونة. وكان زيه الدكتور صلاح زغلول، لما كان بيمر ويلاقيش حاجة كان فورا يبعت لمديرية الصحة ويبعت عربية المستشفى تجيب الحاجات دي. دلوقتي تدخل المستشفى لا تلاقي سرنجة ولا تلاقي مسكن، وتسأل عن السبب يقولك أصل الورق موجود ومركون في مكتب المدير متعطل، ده بيجي يوم وبقية الأيام قاعد في المديرية هناك عنده اجتماعات. لو كل واحد اشتغل شغله الدنيا هتمشي وتبقى زي الفل، إنما اللي بيعمل نفسه فاهم في كل حاجة ده اللي بيضيع الدنيا، وده اللي بيهدر المال العام بجد وبتعود على حساب المريض. استقيموا يرحمكم الله.